بسم الله. عارفين يعني ايه البركة؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. البركة ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في كل حياتك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في قرايبك وفي أهلك وفي علمك، يبارك لك في قرشك، يبارك لك في كل حاجة. إن ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل حاجتك جميلة ومثمرة. البركة مع الموظف الغلبان، لو بيتقن عمله هتلاقي البركة معاه. ازاي؟ لما ابنه يعيا لا قدر الله، ممكن يقول ايه ده شوية سخونية مش مستحقين، خد حباية اي حاجة خفض حرارة. عنده برد، هات حباية كونجستال او اي حاجة للبرد من الصيدلية وشوية شاي بليمون ويخف ويبقى زي الفل. هي دي البركة. تعالوا بقى الانسان اللي ربنا مش بارك له، الحقوا الواد عيه، اجري على الدكتور، 400 500 جنيه كشف وروشته طاروا، ويسهر الولا وعيان وسخن وقاعدين جنبه، لا نجري على دكتور تاني صرف له في الموضوع ده 700 800 جنيه 700 800 جنيه. يبقى كده مفيش بركه. البركه ان الانسان اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يبارك له في ولاده من غير لف على الدروس ومجهود كتير ومذاكره، يذاكروا ويتقوا الله ويقعدوا في البيت، والام تتابعهم في المذاكره ويجيبوا مجموع حلو ومعقول ويخشوا كليات معقوله. هي دي البركه. قله البركه ان يفضلوا يلفوا على الدروس ونفس المجموع، يفضلوا يذاكروا وما يحصلوش، يتعبوا ويستهلكوا كتب وطاقه الام والاب. يبقى كده مفيش بركه. البركه في الصحه وفي لاحظوا كده يا جماعه، اتقوا ربنا في كل اعمالكم، ولاحظوا شوفوا ربنا مبارك لكم ازاي. ربنا يرزقنا جميعا البركه. لازم يا جماعه نتقي ربنا ونحلل قرشنا، واللي بيشتغل يتقن عمله ويتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ولو كان مدرس يتقي ربنا في اولاد الناس، ولو كان طبيب يتقي ربنا سبحانه وتعالى في المرضى. كل واحد يتقي الله في عمله ايا كان، ويؤدي كل الفروض اللي عليه، ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يبارك له ويرزقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.